السلام عليكم. النهارده يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض البطاطا المشويه، بطاطا الشارع زي بتاعت الشارع بالظبط، وهنعملها في الفرن. وهقول لك على حجم البطاطا اللي انت تستخدميها في شويه الفرن، سواء الفرن البلدي او الفرن الساج. يلا بينا كده هنبدا الفيديو، بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هنا يا حبايبي انا كده عندي 2 كيلو من البطاطا، شطفتهم كويس طبعا زي ما انتم شايفين كده. وادي حجم البطاطا دي حجم وسط، علشان اللي هنعملها في الفرن الساج اللي هي اللي موجودة عندنا في كل بيت. تمام. حباية البطاطا دي يعني لازم تكون وسط علشان ما تاخدش معايا تسوية كتير زيادة عن اللزوم، يعني تستوي معايا كمان بسرعة. واهم حاجة يكون كمان لما تستوي فيها لحم من جوه. تمام. فانا دروكيتي هاخد البطاطا بتاعتي دي واللي هروح عند الفرن. الفرن يا حبايبي اللي بنخبز فيها كل مخبوزاتنا. هنا طبعا الفرن ممسوحة كويس، والبطاطا هنزل كده بالبطاطا بتاعتي في الفرن. واهم حاجة النار تكون هادية جدا 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 عشان البطاطا تستوي من جوا على نار هادية وما تتلسعش منك من برا. ما ينفعش تكون الفرن عالية علشان هتتلسع من برا وهتقعد نية من جوا. اهم حاجة تكون النار هادية. هنا حبايبي بعد ربع ساعة بوريها لكم. هنا بعد ما استوت تماما، طبعا الفترة دي اخدت معايا ساعة الا ربع، البطاطا اخدت معايا في الفرن ساعة. بس في خلال الساعة الا ربع دياتي كنت كل شوية بروح اقلب البطاطا من جهة لجهة علشان تستوي معايا. تمام. ادي هنا استوت معايا تماما، ولا هنطلعها ولا هنشوفها كده عن قرب. شايفين طرية ازاي زي الزبدة. هنا حبايبي اهني جبتها لكم ما شاء الله حلوة، والعسل بتاعها بتاع البطاطا ذات نفسها كده طالع من برا اهي. وطبعا مستوية على نار هادية، والقشرة بتاعتها اهي زي ما انتم شايفينها مكرملة من غير ما تتلسع معاي. شايفين؟ اهم حاجة الحجم قلت لك تكون في الفرن الوسط، الحجم الوسط. اما بقى في الفرن البلدي لازم يكون الحجم يكون كبير. زي ما عارفين الفرن البلدي بتنسس اي حاجة، فلازم يكون حجمها كبير علشان لما تستوي معاكي من جوا يفضل فيها لحم. ما تجيبيش حبة البطاطا اللي هي تكون صغيرة، الحبة الصغيرة دي بتكون للسلق. اما بقى الفرن البلدي بيكون البطاطا بتاعتها حجمها كبير. عايزاكم شايفينها يا جماعه. معلش انا رغيت معاكم في الكلام وما وريتها لكمش. والله هي سخنه جدا، وشايفين زي الزبده اهي مستويه، وطعمها حلو. والله يعني روعه روعه خالص، وصحيه يعني غير اي حاجه تاني. شايفينها جميله جدا. عايزاكم تجربوا الطريقه دي بقى، وفعلا هتعجبكم والله وهتعتمدوها. يلا حبايبي السلام عليكم.